أساتذتنا الأفاضل، دين الإسلام الذي بدأ مع نبي الله آدم واختتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. الأردن لا يتنازلون عن لغتهم إلا اللغة العربية. معروف ومشهور، وهو الذي كتب بغية الطلب في تاريخ حلب. طبعا مكانة قدس الإسلام هذا معروفة. أولا قبلتك ومسلمان بري خددايكي، وتاريخ الإسلام هذا دائما أهمياتك بيت المقدس هبو دجبنا دخاست كدوم قدس بن دستي مسلمان درخينا شد دولتي هاتي حماية كرن وجارنا كتب بن دستي دجبنانج بن دستي وان درخستن، ولكن ضغطة مزنا كنا هات شيء دبي بر تشتكي قرانيا كمازن لسر قدس دبي، لأني حكامي عربا حكامي مسلمانا خيانات بقدس راكرن بلك ولو دست دجمنان دكات، ولكن جيشي مسلمانا إخلاص أخا وقدس جموان دا مهم بو تشك قانبون شاكرانا والجيش توب بكرانا وسلاح شي بكرانا إلا قدس خلص ذكرن. هم انها عرب بخا حكامي عربا ياردما يهودي دكنا ياردما دجمنان دكنا جبوك قدس داس مسلمان درهم تسيما وانكن اف خيانتك برمزنا لازم مسلمان هاجا خا بكن مسلمان دستي خا بدستي هفدن وبور برسي خا شوري خا قشكي بيكن جبوك وفات تشتي جداس وان درناكا فرصت ندنا خاينا ندنا دجمنان وبيت المقدس يعني برد قرانا دلي مسلمانا قش كداش داس مسلمان دركه داس دجمرا كبه، ولذلك مسلمان با فرزه لسر وانا هاجا خاهبن وفي فرصته بداس دجمنا برنادن ونم ممكن يكون تنازل لسر قدسي بكن، ولازم كشفي با خيانتي با عربان حكامي عربانا بيهودي را بأمريكا را مساعدات كنجبوك قدس جداس مسلمان درهم داس واندن وخيانتان جيب بيالي بكن وموقفة كوانا مزنا رند إن شاء الله تاريخ جوال التسجيل بكي حقد وليك قدرتي خواهنا وك تركي وك ماليزيا وك أندونيسيا أب مسلمان محبة بيت المقدس أنا وانا زانبا كنتش دستوان ورا لازم بزل بكن مخطط أمريكا وإسرائيل فشل بكن وبشندا فقرين وأم مسلمانا حمم مسلمانا دفاع دولتان دولتي الدنداجي أندوي واجبك للسروة لازم هن رأي خا والضغطة بسر حكوماتي خدن جبوك التنازل جو قدس لكن الأمم المتحدة دا لكادر دا محافل الدولي دا قشكي قضية قدس خلقا مسلماننا أهلي فلسطين مسلمانا قضية دست وان بقرن وتسليمة هناك يهودية حر داري هاتي وتشتكي نا عقل قبول دكين نا شرع قبول دكين نا عادة قبول دكين عرف سياسات الدولي قبلناك، ولذلك تشج دست وان ورن لازم ثابت بن لسر في تشتيد في مكانة قدسية دا دلي مسلمان قش كده وفي تشتي خربناك إن شاء الله. قبل أن أبدأ الحديث المختصر عن القدس وغيرها بشكل عام، أود أن أذكر بأن التلمود اليهودي ذكر أن اليهود هم شعب الله المختار، وأن بقية العالم هم حمير أو كالحمير، وهذه ناحية خطيرة تاه فيها النصارى أولا ودمروا العالم الإسلامي ثانيا. فاليهود منذ فترة طويلة يعملون على التسلط على الشعوب، يدخلون متمسكنين ثم يستغلون الأموال والذهب والجنس من أجل أن يربطوا الشعوب وحكام الشعوب بهم ليكون لهم حبل من الناس، كما قال القرآن بقوله سبحانه وتعالى إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فلا يمكن أن تذهب المذلة عن اليهود
إلا بحبل من الله يعني بالإيمان، وهذا لم يتحقق، أو حبل من الناس وهم أن يسخروا الناس من أجل أن يخدموهم. وفعلا نأتي إلى الواقع الحالي، لا نريد أن نطيل. اليهود شعروا أنهم تسلطوا على العالم النصراني بشكل كامل. القيادات قطعا أكثر القيادات النصرانية في العالم النصراني بعد أن دخلوا عليهم باسم أن الدين لا حاجة له، وأن الدين سبب الخلاف، وترك الحكام الدين وأبعدوا شعوبهم عن الدين، فأصبحوا لا دين لهم، والإنسان لا يمكن أن يكون بلا دين. فأصبح دين اليهود أو أفكار اليهود تسيطر على هؤلاء، وجعلتهم فعلا كما قال الترمذ حمير أو كالحمير مسخرين لهم. وكم من الناس في أمريكا أو في العالم الغربي يشعرون بهذا التسلط اليهودي عليهم، أن شبابهم يموتون في سبيل ماذا؟ في سبيل اليهود، وأموالهم تصب في البنوك اليهودية، ولا يستطيع الواحد منهم أن يعترض، لأن هناك قوانين تقول من يتحدث عن السامية أو يؤذيها فله السجن. وحتى لو لم يستعملوا هذا، فإن اليهود من يؤذيهم أو من يقف في وجه مخططاتهم يقاتلونهم أو يقتلونه بالاغتيالات، أو يدخلوه المصحة، مصحة المجانين بحجة أنه مجنون، أو يدمروا أمواله بحيث البنوك تسحب الثقات منه. فلذلك هم ساكتون وخاضعون ومستسلمون لأن يكونوا حمير اليهود. وأكبر دليل على ذلك أننا ابتلينا وامتحنا في فلسطين أولا، ثم في سوريا. ما الهدف؟ لأن تتكتل كل دول نصرانية التي أنا أقول ما عاد فيها نصرانية إلا الاسم فقط. أين تعاليم المسيح الذي يقول لهم في إنجيلهم لا تقابلوا الشر بالشر، من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، من جرك من ثوبك فاترك له الرداء؟ أين هذا؟ أين السلام؟ كل ما يتكلمون به عن السلام وعن الإنسان وعن المحبة كذب، لا يوجد أي شيء منه في المجتمعات البشرية نهائيا. الدماء تسيل، والبيوت تهدم فوق رؤوس أصحابها، والناس تهجر ليموتوا في الحراء وفي الخلاء إن لم يموتوا تحت سقوف بيوتهم. هذا كله في سبيل من؟ في سبيل اليهود. فإذا لم ينتبه العالم أجمع وشعوب الأرض، وفي أوروبا وأمريكا والكتلة الشرقية أيضا روسيا، إذا لم ينتبهوا لخطر اليهود فإنهم يعني يصيبهم الويلات والمصائب الكبيرة، ويندمون حيث لا ينفعهم الندم. فاليهود الآن بعد أن شعروا أو ظنوا، وظنهم خائب لأن الله لا يمكن أن يطفئ نور الإسلام، ظنوا أنهم أطفأوا نور الإسلام، لأن رسول الإسلام قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. من يكذب القرآن ويدعي أن عائشة زانية أم المؤمنين فهو غير مسلم، وهكذا لا نريد التفصيل. فهذه الدولة دفعوها لسوريا لتهدم وتضرب لحماية اليهود، فلما فشلت وحمل المسلمون في سوريا السلاح فشلوا، فتدخلت روسيا وسكتت أمريكا، مع أنهم يدعون أن روسيا وأمريكا قوتان متصارعتان. هذا في الظاهر ليسيطروا على الغرب وعلى العالم. فالعالم اليوم يعيش في متاهات، ولكن بدأت تظهر هذه الحقائق. وإلا فكيف يعلن اليهود، نقول اليهود لأن الرئيس الأمريكي يهودي وأعوانه يهود والمجلس العام اليهودي، فيعلن من أمريكا أن مرتفعات الجولان لليهود. ما علاقته هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ من الآخر فنقول إنها ليست صفقة القدس أو صفقة القرن، هي صفاقة القرن من هؤلاء المجرمين الذين يتصرفون فيما لا يملكون. جاءوا خلسة. كان السلطان عبد الحميد رحمه الله يقول لهم لن تدخلوا إليها وفي رمق من الحياة، ذلك أنني ورثتها عن أهلي وعن قومي وعن المسلمين
بالقوة والسلاح ولن نتركها إلا هكذا. لكن حينما ضعف المسلمون وابتعدوا عن الإسلام وابتعدوا عن الإيمان ضاعت قوتهم. ألم يقل سيدنا عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومن يبتغي العزة بغيره أذله الله. هذا ما حصل. إذا عدنا إلى ديننا، إذا عدنا إلى ربنا، إذا اجتمعنا على شرعة الإسلام وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عادت إلينا قوتنا وعاد إلينا كياننا القوي. عند ذلك لن يقف هؤلاء أمامنا، سيركعون كما ركع أسلافهم. أما حينما نضعف فنحن السبب في هذا الضعف، نحن الذين سمحنا لأمثال هؤلاء أن يتصرفوا بنا حينما تركنا قيادة العالم. أيها الإخوة، لا أحب أن أطيل عليكم. العودة إلى الإسلام هي العودة إلى القوة، العودة إلى الإيمان هي العودة إلى السلام. ونحن نعلم أننا إذا نصرنا الله سبحانه وتعالى نصرنا. يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن ينصرنا على أهوائنا وشياطيننا، وأن ينصرنا على أعدائنا. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فإن صفقة القرن تعبر عما يخطط له أعداء الإسلام منذ فترة ليست بالقليلة، ولكنها كما قال ترامب اللعين الواضح كانت تمر على الرؤساء قبله، وكان الجميع يحاول أن يؤجلها حتى أتى وأعلنها وبكل وقاحة، وخصوصا أن أحوال المسلمين تستدعي هذا، فالكل في ذل وفي تفرقة. لكننا ولله الحمد وبقيام ثورة الشام المباركة وتحركات المسلمين في كل مكان، فإننا نأمل من الله سبحانه وتعالى وتكاتف الأحباب، ونخص إخوتنا في تركيا حزب العدالة والرئيس القائد أردوغان، أن يكون هناك إن شاء الله من هذه الصدمة استفاقة وحياة جديدة للأمة الإسلامية التي تمرض ولا تموت ولا شك، ونلغي هذا الشيء ونحرر هذا القدس العزيز علينا كما حرره صلاح الدين من قبل بعد أن نسيه الناس، وما ذلك على الله بعزيز. نسأل الله أن يكون لنا يد في ذلك، وأن يتعاون المسلمون على ذلك، وأن تكون الصدمة إيجابية، والحمد لله رب العالمين.